السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي. معكم الدكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لجانب آخر من الحمل والأمومة وغيرها، وهو الرضاعة الطبيعية. فكما نعرف بأن غالبية الأمهات يفضلن الرضاعة الطبيعية على الرضاعة الاصطناعية. ليس يفضلن، ولكنها الأفضل للجنين وللأم أيضا. فالرضاعة الطبيعية تعتبر لها فائدة بالنسبة للأم، بحيث أنها تحميها من سرطان الثدي، وهناك فائدة اقتصادية كذلك، بما أن الحليب هو حليب رباني يعطيه الله سبحانه وتعالى للأم. فهناك جانب اقتصادي أيضا، كما نعرف بأن الحليب الصيدليات فهو مرتفع الثمن وينتهي بشكل سريع جدا. بالإضافة لفوائده بالنسبة للرضيع، بأنه يحميه من الأمراض، يحميه من الغازات البطن، يحميه من يرفع من مناعته وغيرها من الأشياء المفيدة للرضاعة الطبيعية. فكما قلت بأن في هذا الفيديو سنتعرف على أو متى يمكن للسيدة تحفيز الثدي وتجهيزه للرضاعة الطبيعية. فالرضاعة الطبيعية تبدأ أو التجهيز للرضاعة الطبيعية يبدأ منذ الشهر الثامن من الحمل. تبدأ السيدة بتنظيف الحلمة وتدليكها بأحد زيوت كزيت الزيتون مثلا. فهناك بعض السيدات اللواتي يعانين من الحلمة المقلوبة أو رأس الحلمة الذي لا يكون ظاهرا، فتكون هناك صعوبة عند البدء في الرضاعة، فالجنين يجد صعوبة لالتقاط رأس الحلمة. فيجب عليك منذ الشهر الثامن وليس قبل ذلك. سأقول لماذا. منذ الشهر الثامن تبدأي بتدليك تلك المنطقة ومحاولة أن تخرجي رأس الثدي كلما استطعت. تدليك المنطقة لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة في اليوم فهو رائع جيد جدا، يساعد رأس الحلمة على الخروج والبروز جيدا. لماذا قلت في الشهر الثامن؟ لأن تدليك الحلمة يساعد على تجهيز للولادة الطبيعية ويحفز هرمونات الولادة بشكل أسرع وبشكل سريع جدا. لذلك ننصح السيدات عند الدخول للشهر التاسع بتدليك الحلمة، منها تجهيزا للرضاعة الطبيعية ومنها كذلك للتجهيز للولادة الطبيعية كذلك. فكما قلت هذه الأشياء هي التي يمكنك فعلها أثناء الحمل، أي ابتداء من الشهر الثامن تدليك الحلمة وتنظيفها بشكل جيد وتدليكها بزيت الزيتون مثلا أو أحد الزيوت التي ترتاحين إليها. الآن سنتطرق إلى ما بعد الولادة. بعد الولادة، أول يوم من الولادة إذا كانت الولادة طبيعية، أو ثاني يوم إذا كانت الولادة قيصرية، يجب أن تبدأي بتحفيز الثدي. فمن المعروف أن أهم ما يساعد على إدرار الحليب وهو وضع الطفل على الثدي ما بين 8 إلى 15 مرة في اليوم. فكلما رضع الطفل من الثدي كلما زاد إفراز هرمون الحليب من الدماغ الذي يزيد من إدرار الحليب من الثدي. فيجب أن تضعي طفلك على الثدي أكثر من 8 إلى 15 مرة في اليوم. فهو أمر مهم جدا إذا كنت تريدين أن يكون ثديك يدر حليب أكثر. هناك عدة أغذية تساعد على إدرار الحليب، فالحلبة معروفة في ذلك، كذلك اليانسون أو ما يطلق عليه بالمغربي النافع، المكسرات، اللوز، الجوز، السمسم وغيرها. هناك مطحون حبة البركة كذلك، هناك الشمار كذلك. الإكثار من شرب السوائل، شرب الحليب، شرب الشاي، شرب الماء كذلك. هذه مشروبات أو هذه أغذية تزيد من إدرار الحليب في ثدي الأم. هناك كذلك في المغرب هناك وصفة نقوم بها لإعطائها للحوامل، تكون من الحليب وبعض الحبوب التي تساعد على إدرار الحليب، نعطيها للنفساء في أول وثاني يوم. هناك كذلك ما يصطلح عليه بالرفيسة. لماذا؟ لأنها تحتوي على الدقيق، والدقيق كذلك يساعد على إدرار الحليب. الشوفان كذلك يساعد على إدرار الحليب، وغيرها من
من المأكولات التي تساعد على إدرار الحليب. طبعا هذا بالإضافة إلى التفرغ تام وقت الإرضاع وعدم الانشغال بأي شيء وأخذ قسط كافي من النوم. فالراحة الجسدية أيضا تنعكس على كمية الحليب الذي يفرز، إذ هي منظومة كاملة من الراحة الجسدية والرغبة في الإرضاع والتشجيع من جميع الأطراف كي تنجح تلك العملية. فالمعروف في هذا الوقت بأن حليب الأم بات نادرا. مجموعة من السيدات يعانين من نقص حليب الأم. فقد تكون هذه المقولة هي صحيحة، فكثير من النساء أصبحن عاملات يتعرضن لضغوط نفسية كثيرة وكبيرة أثناء الولادة، إحساس بالقلق ينتابهن في عدم تمكنهن من تحمل مسؤولية الطفل القادم. هذا التوتر والضغوط من الأكيد أنها تنعكس على معدل إدرار الحليب. بالنسبة للحليب المصنع، هل يغني حليب الأم؟ فليس هنالك في الدنيا كلها مثل صنع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن مقارنة أي حليب مصنع بحليب الأم في احتوائه على الأجسام المضادة التي تقي الطفل من الأمراض، وفي سهولة هضمه على معدة الطفل ودرجة حرارته الملائمة للطفل. ومن المعروف أن الطفل الذي يرضع من ثدي أمه تقل إصابته بالمغص والتي تصيب الأطفال عادة بعد الولادة. يكفي أن أهمية الرضاعة الطبيعية هي تلك العلاقة الرائعة التي تنشأ بين الطفل وأمه والتي لا يعوضها أي شيء في الدنيا. فالرضاعة الطبيعية هي معجزة جميلة جدا تربطك بين طفلك. يجب الاعتناء بهذه النعمة. فكما قلت، حاولي أن تكثري من الأطعمة التي تدر الحليب بشكل أفضل، أن ترتاحي نفسيا. فالراحة النفسية عامل أساسي لكي لا نقول بالمغربي يذهب الحليب. فالتوتر والعصبية تذهب الحليب. يجب أن ترتاحي لكي تساعدي طفلك على أن يتغذى بشكل صحي ويتغذى من ثديك، ولا تحتاجين للرضاعة الصناعية. وتجدر الإشارة، هناك أطفال يولدون بوزن زائد، مثلا فوق 4 كيلو أو 5 كيلو. هنا حليب الأم قد لا يكفي للجنين لكي يشبع. هنا قد نلتجئ إلى الرضاعة الصناعية، تكون مع الرضاعة الطبيعية. يعني الرضاعة الطبيعية، وفي بعض الفترات نعطي الببرونة للطفل تحتوي على حليب صناعي، هذا فقط ليساعد الطفل على أن يشبع. فكما قلت، هذا في حالات خاصة جدا. إذا عودت الطفل من اليوم الأول على حليب الصيدلية فقد تعانين من بعد. لماذا؟ لأن حليب الصيدلية يحتوي على سكريات أكثر، وكذلك طريقة الردع من الببرونة يكون أسهل من الردع من الثدي. فتلاحظين بأن الطفل يفضل الببرونة على الثدي، فيحاول أن تكون جميع رضعاته هي من الببرونة فقط، لأنها سهلة ولأن طعمها حلو ويحبه. لكن إذا عودت طفلك من اليوم الأول على الرضاعة الطبيعية فأكيد ستستمرين عليها لمدة سنة كاملة، لن تحتاجي لحليب الصيدلية بتاتا. حاولوا أن تبتعدوا عن حليب الصيدلية قدر الإمكان. إذا لاحظت بأن حليبك ناقص أو كميته قليلة فحاولي وضع طفلك على الثدي أكثر مدة ممكنة، كما قلت من 8 إلى 15 مرة في اليوم. فهذا سيزيد من إفراز هرمون الحليب من الدماغ الذي يزيد من إدرار الحليب من الثدي. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الموضوع. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.